السلام عليكم. تعالوا نشوف وجبة الغدا اليوم كانت عاملة ازاي. طبعا وجبتنا كيتو دايت لو كارب مرضى السكري. اتعودت اقدم لكم افكار لوجبات الفطور والغدا والعشاء. اليوم عملنا الزهر او القرنبيط. هعمله على حلة الضغط بالبخار. فانا حطيت شوية كده شوية مية من تحت، وعلى البخار فقط هحط الزهر بتاعي او القرنبيط وبقفله لمدة 4 ل5 دقايق بالكتير جدا. يعني كل ما هيزيد عن كده، لو زاد عن كده هيتهرى منكم خالص وانتوا بتشتغلوا. هو كده انا سلقته على البخار بدون اي حاجه، يعني بغسله على طول وبنزله في حله الضغط. تعالوا بقى نشوف التتبيله الرائعه السهله جدا بديل القلي والكلام ده. انا عندي شويه من الكزبره، بشيل العيدان بتاعتها وعايزه الورق بس، بحطها في الكبه او المفرمه بتاعتكم، عليها كام فص ثوم، عليها ملح وفلفل وشويه صغيرين من الكمون. يعني بقى الملك بتاعنا هو زيت الزيتون. انا بحب ازود قوي زيت الزيتون هنا وبخلطهم مع زيت الزيتون. عايزه اقول لكم التتبيله دي ممكن تغمسوا بيها خبز، ممكن يعني تحطوه على اي حاجه، بتبقى تحفه جدا جدا. جربوها. زيت الزيتون اللي انا بستخدمه زيت زيتون فلسطيني. انا عايزه النعومه بتاعتها تبقى بالشكل ده، يعني تبقى ناعمه بس مش قوي، يعني لسه كده باين فيها الخضار بتاع او الورق كده ان هو مفروم ناعم بس مش قوي. تمام. فانا كده حضرت تتبيله القرنبيط او الزهر. خلاص هو كده خرج البخار، خلاص جهز. القرنبيط بتاعي استوى تماما زي ما انا قلت لكم. ما تزودوش ابدا مده الطهي على البخار، لانه وخصوصا كمان في حله الضغط بياخد بس 4 دقايق او 5 دقايق. بعد كده بقى انا هاخد له شويه في الفرن مع التتبيله بتاعتنا. فانا حطيته في الصينيه بتاعتي وهمسك بقى اللي هو او هبدأ اوزع التتبيلة بتاعتنا اللي هي الكزبرة والثوم وزيت الزيتون والملح والفلفل شوية صغيرين من الكمون. ما اروعها بقى، يعني عايزه اقول لكم انا بموت في التتبيله دي وهتبقى تحفه جدا. بديل صحي بدل القلي والكلام ده. وبنحط كميه من زيت الزيتون يعني بتبقى متوسطه. مهما كان لو قليته ما ينفعش نقلي بزيت عادي، ف هتبقى كمية زيت الزيتون اللي ممكن تقلوا فيها او زيت جوز هند بيبقى كتير شوية، فده احسن حاجة. بس بياخد كده تحت الفرن، يعني حاجة على الشواية، بتحطوا الشواية على نار هادية شوية وبياخد 5 دقايق بس بيتشرب من التتبيلة بتاعتنا. تعالوا بقى شوفوا الروعة دي. انا عملت كمان ريش مع الخضار، طبعا فيها بطاطس، البطاطس مش هتناسبنا، تقدروا تحطوا اي نوع خضار. الريش عادي خالص دخلتها الفرن مع اي نوع من الخضار. حطيت بصل مدلكاه بملح وفلفل وفلفل رومي، حطيت فصين توم وطماطم واي نوع. انا حطيت جزر، ما كانش عندي غير جزر. تقدروا تحطوا كوسه وفاصوليا، كل الحاجات دي مسموحات. تقدروا تحطوها تحت الريش في صينيه الريش بتاعتكم. وطلعت ما اروعها بقى في الفرن، يعني حلوه جدا في الفرن بدون بقى شوي على الفحم ولا كلام من ده. بقفلها كويس قوي بفويل ورق زبده وبدخلها الفرن على اعلى درجه حراره. تمام. من تحت بس. انا برضو حضرت طبق السلطه اللطيف ده. وتعالوا بقى نقدم وجبه الغداء. فانا حضرت طبق السلطه ومخلل، وهقدم الريش بتاعتي مع اي نوع من الخضار زي ما انا قلت لكم. الحاجات المناسبه لينا في الصينيه دي هناخدها، وهاخد بقى من القرنبيط بتاعنا او من الزهر او من الكولي فلاور بقى حسب ما انتوا بقى بتسموه في بلادكم يعني. بصوا بقى جمال الريش يا جماعه، طالعه ولا اروع. القرنبيط كمان بصوا خد يعني لون خفيف خالص، ما بنتقلش برضو عليه خالص في الفرن تحت الشوايه. مش عايزين نلسع التتبيله بتاعتنا، يعني بقول لكم الشوايه على خفيف ويا دوبك تتشرب من القرنبيط، يتشرب من التتبيله بتاعتنا. وده الخضار اللي موجود عندي. ودي بصوا جمال الريش يا جماعه، مش محتاجه فحم خالص، بس بنغطيها كويس وبنعلي درجه الحراره. وحطوا بقى معاها الخضار اللطيف ده وهتبقى يعني تحفه جدا. اشوفكم على خير.